قلت لكم إنها بنتي مش أختي، وبابا بدأ يحبني ويثق فيا وبقيت أنا اللي مسؤولة عن البيت. وبعدها ابتديت شوية شوية أبعد عن السوشيال ميديا، بس بعد فترة رجعت شفته وكان وقتها متعصب جدا وكان بيقول لي كلام مش هينفع أبدا إني أقوله، ويقول لي يا خاينة وكل كلمة، وأنا أقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لحد ما هدي وقال لي خلاص يا حلا، أنا مش هعملك حاجة وهسيبك كمان في حالك وهشتكيكي لربنا على الجرح اللي عملتيه فيا، وانا اقسم بالله عمري ما جرحته. المهم فعلا ان هو سابني، وبعدها ما قدرتش ابدا اني ادخل اي علاقة حب ولا احب حتى نفسي. وصاحبتي الوحيدة هي اللي دايما بتقف معايا، اسمها لولي، وبعتبرها اختي الكبيرة بجد، ربنا يبارك لي في عمرها. ولحد من 10 ايام بس حصلت لي حاجة غريبة جدا، بدأت احس اني لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة موجود على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.